هذا هو المشروع اللي كتشوفوا معايا سميتو حدائق اوسيكيس. اذا هنايا كيجي في المحاميد، منطقه هنايا على الشارع الكبير ما كتشوفوا. اذا انا غادي نوري لكم هذا هو الشارع الكبير ديال المحاميد. اذا الفوق انا غادي نقرب لكم هنايا. اذا هذا الشارع الكبير اللي كيؤدي للمحاميد سعود واللي كيؤدي للمطار، الناس ديال مراكش كلهم عارفينه. اذا انا هنايا في مكتب البيع، وهذا هو الشارع الكبير ديال المحاميد كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا انا حاولت هنايا نبين لكم الموقع ديالو تماما كيف ما هو. اذا مقابل لهاد المحلات هادو التجاريه اللي كتشوفوا هنايا. اذا هذا هو المشروع، وتماما هاد البناء هذا اللي من وراء المكتب هو المشروع. فهو المشروع هذا راه هو مبني وموجود، يعني ما كيحتاجش بانه يلا يتبنى. غادي تسلموا في الاول ديال 2024 تقريبا شهر 2 أو 3. اذا هذا المشروع هذا بغيت نقربوا لكم الناس، بالنسبه للناس اللي كيقلبوا اللي عندهم اهتمام بالسكن الاقتصادي. هنايا مشروع اللي هو مزيان، يعني الفينيسيون كتعتبر يعني مزيانه. هنايا هذه هي الدخله. اذا هذه هي الشقه النموذجيه. الصالون فهو راه كبير شويه، لان الفراش هنايا صراحه ما بقاتش مزيان. هنايا صباغه ديال الخيال، دايرين صباغه الخيال. هنا عندنا القبص الفو بلافون، وهنايا عندنا في الارض فهو الزليج. كاينه الدخله هذه اللي فيها صالون، وكاينه المكان الاخر المقابل ليه يمكن لكم ديروا فيه شي طابله مونجي ولا شي حاجه. هنايا كاين هذا الكولوار هذا. هنايا كاين الحمام، هذا هو الحمام. قد هنا بداك الزاج اللي هو ترومبي وبالرخام، حتى هو فيه الفو بلافون. اذا الحمام راهم قادينو كما كتشوفوا. ديك الجفينه ديال الحمام فهي كاينه بالرخام هنايا، والباقي فهو بالزليج. هنايا غادي تخرجوا منه غادي تلقاو المطبخ كوزينه، هكا كتاخدوها كيف ما هي بهذا الشكل هذا. عندنا بلاكارات ديال ام دي اف والجرانيت، وعندنا بلاكارات ديال ام دي اف كذلك، وعندنا داك البالكون. يعني كلهم فيهم هاد المساله هذه، يمكن لكم تحطوا فيها شي حاجه. المساحه ديال هاد الشقه هذه فهي 54 متر. باش تعرفوا المساحه ماشي كبيره صغيره، ولكن راه منفصله. الصالون كيبان شويه صغير لان الفراش ديالو شويه عريض، ما مقادش يعني داك الفراش فيه شي 90 سنتيمتر، داكشي باش بان شويه ما بانش الكبر ديالو. هذه غرفه ديال يعني الغرفه الاولى فيها الفو بلافون والصباغه اللي هي عاديه، صباغه عاديه. هنا ما كاينش الخيال كيف ما تشوفوا هنايا. وهذا النوع هذا ديال البيبان فهو الجناب ديالو الكادر كلشي مقادين من الارز، وكذلك ديك الباب الاولانيه ديال الدخله حتى هي من الارز. اذا كيف ما شفتوا الصالون والكولوار هما اللي من الخيال. كاين هاد الشومبر هادي اللي فيها هاد البلاكار في الحيط. مهم يعني الشومبرات او الغرف فهما متوسطين في الحجم ديالهم، لان المساحه كيف ما قلت لكم 54 متر. هانتوما اذا فيها شرجم الفو بلافون، وهنايا الشرجم ديال الالومنيوم الكتريك كيطلع بالضوء. وانا دابا هنايا راجعه باش نوريكم. اذا كاين غرفتين وصالون ومطبخ وحمام. اذا هانتوما الصالون فهو ما واخداش هنا الحق ديالو مع الفراش هنا شويه عريض. يمكن لكم تمشيو لعين المكان وتشوفوها عاوتاني على خاطركم. هاد البلاصه يمكن لينا نستغلوا فيها شي ال صغيره، اولا نديروا فيها شي طابله مونجي كما قلت لكم. فهاد الصالون فيه 90 سنتيم، يعني راه عريض داكشي باش ما بانش كبير بزاف. المهم هي المساحه راه صغيره ماشي كبيره. عندهم المساحه تتراوح ما بين 54 57، كاينه 60 متر. غير هما هاد الناس هادو اولا هاد السكن هذا داير 25 مليون فما فوق. يعني بحال هذه دابا اللي شفتو كاينه في الدوزيام ايطاج، كيحسبوها ب 25 مليون زائد مليون تيجرو في النوار. باش نكون معكم واضحه، هاد الناس يعني هاد الشركه هذه كدير النوار، هادشي اللي كيديروا.
بالنسبه للفيديوهات اخرى انا حاطاهم راه ما فيهمش النوار ديال السكن الاقتصادي. هادو كيف ما قلت لك دايرين 57 او 54 متر، فهي كتزيدي عليها مليون. اما الا بيتي بحال هكا الشقه على الشارع فهي كتزيدي 5 المليون، يعني كطيح عليك الشقه ب 31 مليون. يعني الشيء اللي كيجذب شويه بالنسبه لهذا السكن هذا هو كيف ما قلت لكم، هو الموقع ديالو جا في الموقع مزيان، جا قريب يعني الشارع، جا في منطقه ديال المحاميد اللي هي منطقه دابا ولات يعني الناس كيتجهوا ليها بزاف لانها قريبه للمطار، يعني قريبه للمدينه، قريبه يعني بزاف ديال الاماكن. كاين بزاف الناس تعجبهم المنطقه ديال المحاميد. هنا كنعاود لكم هنايا الفيديو يعني باش تشوفوا مزيان فو بلافون. المميزات ديال هاد الفينيسيون اللي هما زايدين كما قلت لكم، هما الكادرات كلهم دايرينهم من الارز والدفا باش كتدخلي من الارز، وعندنا الصباغه ديال الخيال، عندنا الحمام لا باس به، يعني يمكن لكم تدخلوا تسكنوا من غدا. غير هو الثمن، كاين الثمن الاقتصادي اللي هو 25 مليون. كما قلت لكم اللي زايدين اللي كيجيو في الشارع فهما كتزيدي 5 المليون، اللي ما كتشوفيش في الشارع فكتزيدي مليون. هادشي اللي كاين، وكل واحد وكيفاش اشنو المتراج اللي جا فيه. يعني اللي لقيتيه متوفر تقدري تلقاي 54 متر، يعني من 54 متر فما فوق تقدري تلقاي 56، تقدري تلقاي 61 متر على حسب نتيا الشقه اللي بقات ليهم متواجده. اذا هذا مشروع حبيت انني نقربكم منه. غرفتين وصالون ومطبخ وحمام. هنايا المطبخ فهو من الام دي اف، يعني نوعيه مزيانه، ومن الجرانيت نوعيه مزيانه، يعني ما كيحتاجش بانكم تعاودوا يعني تدخلوا ديروا اصلاحات اللي هي جديده في الدار. هنايا كنوريكم على اش كيطل. اذا كان هذا هو الفيديو ديال هاد الشقق هادي. اكيد يعني الا عندكم الوقت الناس ديال مراكش والناس يعني الا جيتوا لمراكش اللي بعادين، سيروا زوروا هاد المشروع هذا وتعرفوا، سولوا على ريوسكم، اكيد سولوا على ريوسكم وشوفوا يعني قارنوا ما بين هذا المشروع ومشروعات اخرى، وان شاء الله خذوا داكشي اللي نتوما مرتاحين ليه. لان هذا السكن هذا راه نتوما كديروا سكن كيف ما نقول لك قبر الحياه، يعني كتحطوا فلوسكم فعرفوا فين تحطوهم. انا فقط كنقرب لكم من المشاريع اللي كاينه واللي تقدر تكونوا ما متابعين لهاش. كان مشروع ديال البركه راه حطيته لكم من قبل فهو ما كانش فيه النوار، كان مشروع ديال ميمه ما كانش فيه النوار، مشاريع ديال الضحى كاملين ما فيهمش النوار. فكنتمنى ان هاد الشقق هادو يعجبوكم. شقق يعني مزيانين بالنسبه للسكن الاقتصادي، يعني ما بدل يكون 25 مليون كيوليو ب 26 مليون فما فوق، يعني 25 مليون فما فوق. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون عجبكم ونال الرضا ديالكم، وانني فتكم بهاد الشقق هادو تعرفوا عليهم، ولكم الاختيار، ولكم ان شاء الله يعني داكشي تشوفوا داكشي اللي عجبكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله، وان شاء الله نبحث لكم على شقق اللي هي السكن الاقتصادي او السكن المتوسط. واللي بغى اي استفسار فمرحبا بالتساؤلات ديالكم، مرحبا بالتعاليق ديالكم. وما تنساوش دائما لاول مره يزور قناتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموا هذه القناه، قناه ليلى المراكشيه. وشكرا جزيلا للمتابعه ومرحبا بكم دائما معايا، والى الملتقى اذا ان شاء الله. يومكم مبارك، مع السلامه.